يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا وحياكم الله معنا في حلقة من برنامجنا دقائق رياضية، وضيفتنا اليوم الكابتن أمل الفهد، وحوار أو حديث بالأحرى جميل دائما يجمعنا معاك كابتن أمل. اليوم المدرب تقع على عاتقه مسؤولية جدا كبيرة. اليوم أنا مو بس أعلم البنات ممارسة الرياضة، اليوم في تكنيك وفي إصابة أثناء التدريب. صح. اليوم بتكلم عن أمل والإسعافات الأولية. هل كل مدرب يجب يكون عنده إلمام بالإسعافات الأولية، وشنو هي الإسعافات الأولية لازم تعلمون عليها؟ تمام. أكيد. كل مدرب مسؤولية عليه إنه هو يكون عنده خلفية بالإسعافات الأولية، يعني يُفضّل إنه يكون ماخذ الشهادة. آآ الإسعافات الأولية أنتِ مثلًا صار عندِك إصابة خلال التمرين، خلال الحصة الرياضية اللي أنتِ قاعد تعطينها. نعم، هو أكثر شيء أتوقع الشد العضلي يمكن يحوش. أي ممكن شد نعم. عضلي، مهم. ممكن أنتِ صار عندِك كسر، طاح الدمبل، طاح ممكن الكتل، صحيح. أي شيء. مهم. صار مثلًا عندِك تمزق، صار عندِك الكتف انفسخ، صار عندِك. أنتِ لازم تعرفين شلون تتعاملين مع الحالة أو صحيح. شلون تهدّين الclient أو المتدرب اللي قدامِك، إنه أنتِ لازم شلون تمصّين الحين. هو الحين بحالة صدمة، في ناس يعني سبحان الله لمّا تصير لهم الإصابة ينفعلون، فأنتِ نعم. الحين لازم تمصّين هذا الانفعال. لازم ما تنفعلين، يعني ما يصير أنتِ كونِك متدربة تنفعلين معاه، لأ لازم أنتِ تهدّين الوضع. في ساعات يكون نزيف، ساعات يصير قطع، ساعات كل شيء ممكن، صحيح. كل شيء كل شيء دايري، وارد. كل شيء وارد. نعم. إي. وشلون تاخذون الإسعافات الأولية هذه؟ يعني دورات تدشونها عادة، تحرصون إنكم تدشونها؟ إي، إي نعم. في وايد معاهد تقدّمها، وفيه أيضًا جمعية الهلال الأحمر هم نعم. تقدّمها. آآ بس إنه يعني مهمة، أنا أتوقع إنها مهمة حق كل مدرب إنه هو يكون عنده خلفية وياخذها. نعم. اليوم شنو الشيء المهم اللي قبل ما أمارس الرياضة لازم أسويه؟ يقولون في تمارين إحماء وفي تمارين stretching، وصار البعض عنده مغالطة ما بين هذا التمرين وهذا التمرين، في اختلاف في التمارين بالبداية. أكيد. نعم. الإحماء عندنا اللي هو يكون قبل التمارين، قبل ممارسة قبل الرياضة. ممارسة التمرين نفسه، نعم. تمارين مقاومة. أو حتى الكارديو، يعني إن أنا أحمي العضلات أو أسخنها، أرفع دقات قلبي. في عندنا نوعين من الإحماء، إحماء عام وإحماء نعم. خاص. الإحماء العام اللي هو إني أنا أرفع دقات قلبي، أسخن جسمي. آه، هذا الإحماء العام، شيء إن أنا أحمي جسمي بشكل عام عن طريق شنو؟ إني أنا أمارس أي نوع من أنواع الكارديو، مشي، جري، جهاز الغزالة، نعم. جهاز الستير اللي هو دري. إني أنا من تقريبًا من 5 دقايق ل10 دقايق أرفع فيها دقات قلبي. بعدها أدش على الإحماء الخاص اللي هو أنا نفترض اليوم تمريني push اللي هو عضلة الصدر والتراي. فمثلًا الحين آخذ دامبل أو نعم. أي شيء أحرك فيه العضلة نفسها اللي أنا مستهدفتها اليوم. أحركها بشكل خاص، يعني بس أحركها بأوزان خفيفة، بس إني أنا أضخ الدم فيها، أهيئها حق التمرين. أنا عن نفسي يعني نصيحتي حق كل إنسان بالإحماء الخاص، لا تعتمد بس على إن أنا والله اليوم تمريني حق عضلة الصدر إني بس أهيئ عضلة الصدر. نعم. لأ، يعني أنا دائمًا في تماريننا، يعني مثلًا عندي أنا صح عضلة الصدر هي الأساسية، بس راح أحرك الكتف معاها، صحيح. راح أحرك الإيد بشكل عام، راح أحرك، ممكن أحتاج إني أنا أحرك ريلي، مهم. ممكن أنا أحتاج. فأنا أسوي إحماء بشكل عام حق كل عضلاتي. نعم. أنا أفضّل هالطريقة يعني نعم. صراحةً. وعشان بعد تقيك من الإصابات وتقيك من أكيد أمل، الإصابات، إذا نعم. مشاهدينا الإحماء قبل ممارسة الرياضة جدا مهم. خلينا نشوف معكم هذا الفاصل ونعود. رياضة المشي في الماء رياضة علاجية تمارس داخل المسبح، تقلل الضغط على المفاصل وتقوي العضلات بلطف، مناسبة لكبار السن وتستخدم في برامج التأهيل.
رجعنا من جديد وحوار مع الكابتن أمل الفهد وأهمية ممارسة الرياضة، والأهم من هذا كله الإحماء والحفاظ أكيد على عضلات الجسم وعلى الأوتار من التعرض إلى إصابات. بعد أداء التمرين شنو لازم عشان ما يحوشني شد، عشان نقول الاستشفاء يكون بسرعة، شنو أسوي؟ بعد التمرين مهم جدا اني انا احرص على الاسترتشات اللي هي تمارين التمدد، اللي تكون تمارين يعني حركتها ثابته. قلنا الاطاله هي حركات ديناميكيه، ان انا لازم تكون حركتي تكون الحركات تمدد بس فيها حركه. اما الاسترتشنج لا، تكون حركات ثابته، بحيث اني انا امدد عضلاتي، امدد جسمي، اخلي المدى الحركي عندي يقوى يكبر، تساعدني تقيني من الإصابات، تقيني من آلام ما بعد التمرين. هذه فائدة الاسترتشنج. نعم، نسمع دايم الرياضيين المحترفين يقولك إذا لعبت 4 أيام لازم يوم خامس تريح عشان استشفاء حق العضلة. اشرحي لنا يعني عقب 4 أو 3 أيام رياضة لازم أنا في يوم ما ألعب رياضة، شنو فايدته للجسم؟ تمام. الاستشفاء طبعا مهم جدا للجسم. احنا دائما نقول في عندنا عضلات كبيرة وعضلات صغيرة. العضلات الكبيرة تقريبا تحتاج من يومين ل3 أيام حق الاستشفاء. العضلات الصغيرة تحتاج تقريبا 24 ساعة حق استشفائها، إذا طبعا هو يختلف على حسب شدة تمرينك. نعم. أكيد مهم. الاستشفاء مهم حق أي رياضي، لازم يحرص على الاستشفاء. في ناس وايد ما تسوي استشفاء فتلاقين دائما فيها إصابات، دائما عندها إصابات. الاستشفاء يساعدك على يعني مثل منها يعني الاسترتشنج، نعم. منها الكارديو، منها السونا، منها الماء البارد الايس باث، منها التغذية طبعا تلعب مهمة. دور كبير. نعم. النوم، شدة التمرين، بحيث ان انا مثلا جسمي تعبان، هني دور طبعا المدرب، انه هو مثلا يشوف ان المتدرب اللي معاه جسمه ما قاعد يعطي، فيقلل من شدة التمرين. هذا هم من نوع يعتبر من انواع الاستشفاء يعني. نعم. اني انا ما او مثلا اني انا اقطع من التمرين، اني انا اقول له لا انت خلاص جسمك مو متحمل، اخذ يوم يومين راحة. نعم. هذا هم نوع من انواع الاستشفاء. فمهم اكيد الاستشفاء. طبعا الحين وايد يعني يعني طالعين باشياء جديدة حق الاستشفاء، منها نعم. مثلا انت قاعدين بمكان فيه ملح، الهيمالايا او شيء كذي. حلو. اي، فقاعد يبدعون الصراحة بالاشياء هذه. أكيد الحياة في تطور اليوم، حتى التمارين وحتى أنواع الرياضات وإن اختلفت مسمياتها ولكن فيها اختلاف في طريقة الأداء. البعض يقول أنا ما أبي مدربة وما أبي أروح النادي وأبي ألعب في البيت وأدي تماريني في البيت. رايج في هذيلي يعني هذه النوعية من البنات اللي حطت نقول شاشة التلفزيون ولعبت رياضة، شنو الأضرار اللي ممكن تحصل عليها ما تحس؟ إذا هي يعني أنا ما عندي مشكلة، بالعكس أنا يعني أنا مع أن الوحدة تتدرب في البيت ساعات. يعني في ناس ما تقدر، أو حياتها أو الاجتماعية إنها ما نعم. تسمح لها إن هي تطلع من البيت. أنا مع مو ضد، بس مو إني أمشي ورا تلفزيون، لا، أمشي ورا خطة أو جدول خاص فيني أنا. نعم. عادي الحين ممكن أنت أي كوتش تكلمينها تتواصلين معاها تسوي لك جدول رياضي يناسبك ويناسب حياتك. بس إني أنا أمشي ورا التلفزيون أو شيء، يمكن هذا التمرين ما يناسبني، ما يناسب صح. صحتي، ما يناسب حياتي، ما يناسب يعني أبدا ما يناسبني. فأنا ممكن أسبب حق نفسي إصابة. ممكن أنا بدال ما أضعف أمتن أرفع الكورتيزول عندي، لأن ممكن أنا عندي مقاومة أنسولين، عندي وايد أشياء. مقاومة أنسولين ما أقدر أستعمل معاها تمارين اللي شدتها عالية. ممكن إن أنت أوريدي عندك إصابة ولعبتي تمرين، أنت سببتي فوق الإصابة إصابة. يعني أنت ممكن الحين خلاص بعد ممارسة رياضة راح تنتهي عندك مرة واحدة. نعم. فأكيد لا، يعني إن المفروض إن هي مع مدربة. أي مع مدرب. صحيح، يعني حتى طريقة أداء التمرين والتكنيك وبعض الإصابات تجي كلنا نعرف أمل من الحركة الغلط، لذلك يعني نقول عطى الخباز خبزة خبزة صح. مثل ما تفضلتي. شكرا لك وشكرا لوجودك، ونشوفك إن شاء الله في لقاء آخر. حبيبتي. شكرا لك أمل. إذا مشاهدينا ممارسة الرياضة جدا مهمة، ولكن الأهم الالتزام بالخطة ووضع خطة مع أهل الاختصاص. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، مع السلامة.